السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده مع بعض هنعمل وصفه سهله وبسيطه جدا زي ما احنا متعودين مع بعض. هنعمل السميط التركي، هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه. شايفين شكله؟ اللهم بارك. هش ومورق وطري جدا جدا جدا. شايفين الحشوه بتاعته؟ حشوته بسيطه وسهله، ما ياخدش منك اي وقت ولا مجهود، ولا هتلفي بقى ولا تبرميه ولا تقولي لا ده مش مظبوط، هيطلع منك اول واحده زي اخر واحده. شايفين شكله؟ ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم. الكميه دي كلها طلعت من 600 جرام دقيق، هتطلعي معاكي كميه حلوه جدا تنفع للاولاد في المدارس العشاء. تعالوا بقى حبايبي بينا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونبدا وصفتنا. انا هنا ايه معايا بوله، هنزل عليها بكوبايه ميه كبيره، ميه عاديه من الحنفيه. الجو حر استخدمي ميه عاديه جدا من الحنفيه. معايا باكت خميره وزنه تقريبا 16 جرام. هنزل كمان بمعلقتين اتنين سكر كبار من اللي هي بتاعه الاكل. بالطريقه دي هبتدي اقلب الخميره بتاعتي مع السكر مع الميه كويس جدا لحد ما الخميره تدوب وتطلع فقاعات كده في الميه. بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي هنزل عليها كمان بمعلقتين اتنين كبار برضو بنفس المعلقه، معلقتين اتنين كبار بتاعه الاكل كده زيت. حابه تحطي مكعب زبده بدل الزيت براحتك، حابه تحطي معلقتين سمنه برضو براحتك. هقلبهم كويس جدا بالطريقه دي لحد ما الخميره تطلع فقاعات كده معايا، يبقى كده الخميره بتاعتي كويس. معايا هنا 600 جرام دقيق متعدد الاستخدامات، دول نخلهم كويس جدا. هنزل عليهم بمعلقه بيكنج باودر صغيره جدا وربع معلقه ملح. هبتدي انزل عليهم بالخليط اللي انا عملته اللي هو الخميره والميه والسكر وشويه الزيت. وهبتدي انزل كمان بمعلقتين اتنين خل. وهبتدي اعجن العجين بتاعي كويس جدا. في الوقت ده معايا كوبايه ميه جنبي، لو الدقيق عايز هبتدي ازود شويه بشويه. اعجني بقى على قد ادي الكوبايه اللي معايا، هبتدي انزل بيها شويه بشويه كده. الم العجينه بتاعتي كويس جدا. سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد منك اي وقت. ما تحطيش الميه كلها مره واحده عشان العجينه بتاعتك ما تفكش منك وتبقى خفيفه، وبعد كده تزودي دقيق وتبقي كده قللتي في المقادير بتاعتك. شايفين انا بنزل شويه بشويه ازاي؟ ما فصلتش الفيديو وشغاله معاكم اهو. هعجنها بقى تقريبا لمده 10 دقايق. في المرحله دي كانت في نص مرحله العجين كده، كانت خدت معايا الكوبايتين بتوع الميه، كوبايتين الا شويه. اعجني بقى فيه على قد ما تقدري لحد ما البوله بتاعتك تنضف والعجينه بتاعتك تلمع وتعمل عرق زي ما انتوا شايفين. تشديها كده تلاقيها عامله زي الاستك. ادي كده العجينه بتاعتي شكلها اللهم بارك نعمت جدا، في نفس الوقت بتلزق خفيف. هبتدي بقى اغطيها واسيبها ايه ترتاح معايا وتتضاعف حجمها او تخمر. هترتاح تقريبا لمده قد ايه؟ لمده تقريبا 30 دقيقه. هنا كانت العجينه بتاعتي اختمرت جدا زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. هبتدي بقى اقطع العجينه بتاعتي الكور، وزن الكوره قد البرتقانه الصغيره كده. حابه تقللي تكبري دي حاجه راجعه لك انت، زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. سهله وبسيطه جدا، اهم حاجه تلمي العجينه بتاعتك كويس وتخلي العجينه بتاعتك ملساء عشان بتفرق معاكي. انا هنا كانت الصينيه رشيت عليها رشه دقيق صغيره وابتديت احط عليها القطع اللي انا قطعتها كلها. هغطيها واسيبها ترتاح ونشوف مع بعض هنحشيها ازاي. خدت شويه دقيق صغيرين على سطح العمل او الرخامه اللي انت هتشتغلي عليها وتفرديها. سهله وبسيطه جدا، مش هتتعبك خالص، اسهل مما يمكن. ما تكتريش كميه الدقيق عشان العجينه بتاعتك ما تنشفش. افرديها بقى بالمردانه بايدك هتتفرد، هي سهله مش محتاجه اصلا اي حاجه. بصوا انا باخد الدقيق وبرجع ازقه تاني عشان ما تاخدش كميه دقيق زياده وتقلل وتنشف معايا العجين بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. خليها بقى مدوره معاكي كده. بصوا شايفين سهله وبسيطه جدا. مش عايزاها رقيقه قوي برضو. باي قطاعه عندك، دي بتاعت الكحك بتاعتي ما كانش عندي قطاعه مدوره فخدت قطعه الكحك. شايفين؟ دي بقى جبنه شيدر على شويه لانشون كانوا باقيين. براحتك زي ما انت حابه تحشيها جبنه بيضه براحتك، حابه تحشيها لحمه مفرومه براحتك. اي حشو عندك هتتحشى. وهبتدي اخد من بره لجوه على الفتحه كده، يعني اخد الطرف اللي بره واقفله على الفتحه اللي هي في النص. شايفين شكلها؟ سهله وبسيطه جدا.
من غير بقى ما تبرميها وتطلع واحده اكبر من واحده او اصغر من واحده، تطلع معاكي كلها متساويه. زقي بقى الحشو لجوه كده، وهاتي العجينه الطرف اللي بره على اللي جوه بالطريقه اللي انت شايفاها دي. هبتدي بقى اعدلها كده، بص برضو انا بزق دي ازاي، وابتدي بقى اسويها كده من جوه لبره. الحته بقى اللي طالعه قوي سويها كده، ظبطيها انت، عينك بقى اللي هتبقى شايفه. ظبطيها بالطريقه دي. شايفين؟ شايفين شكلها؟ اللهم بارك، سهله وبسيطه جدا، ما خدتش منك، مش هتاخد منك اي وقت. واحده تانية افردها معاكم كده بنفس الطريقه دي. وزي ما قلت لكم ممكن تغيروا في الحشوات اللي انت حباها. وبرضه ارجع اقول لكم تاني، ما تخلوش دقيق كتير تحت العجين. افردي وزقي العجين كده. يعني افرديها، افردي العجينه وبعد كده زقي الدقيق من تحتيها. نفس القطاعه، وشلتها وعملت فتحه ليها في النص. وهبتدي احط ايه الحشوه بتاعتي. ما تكتريش الحشو قوي علشان تقدري تقفليها وما تطلعش منك بره. وارجع بقى اخد تاني من بره لجوه، تاخدي من بره لجوه. اظن الطريقه سهله وبسيطه وواضحه لكم في الفيديو. اللي وصل بقى حبايبي لحد هنا معانا، ما ينساش يحط لي لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اتمنى ان الوصفه تكون سهله ليكم. بالطريقه دي سهله وبسيطه جدا. انا قفلتها اهو، وهبتدي برضه اظبطها زي ما ظبطت التانيه بالظبط. اهم حاجه تظبطيها وتزقي الدقيق من تحتيها. تخليش تحتيها دقيق خالص. انتوا شايفين سطح العمل نضيف جدا، ما فيهوش اي دقيق، مع ان انا فرداها على دقيق. معايا بقى صاج ما فيهوش اي حاجه خالص، ولا مدهون اي حاجه خالص، وهبتدي احط عليه المعجنات بتاعتي. شايفين بالطريقه دي؟ مش دهناه اي حاجه خالص. هنا كنت خلصت الكميه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك. هبتدي بقى اعمل ايه، اغطي المعجنات بتاعتي واسيبها تخمر. لازم تخمر كويس جدا. هنا كان عدى عليها بالظبط 30 دقيقة وابتدت تخمر معايا. معايا ايه بقى؟ معايا صفار بيضة، عليها ايه، عليها معلقة زيت او معلقة حليب او معلقة مية او ذرة خل، براحتك خالص. وابتدي قلبيها كويس، وابتدي دهيني بقى الوش. لو مش حابة تستخدمي صفار البيض، ممكن تستخدمي شوية حليب بس. وممكن كمان شوية مية بتدوبيهم في حبة سكر وتديني بقى الوش. كل دي اختيارات راجعالك انت. هبتدي ادهن الوش بتاع السميد بتاعي كله بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ملحوظوا بقى يا جماعه، ما تسيبوش المعجنات تخمر منكم قوي، علشان الخميره ما تتفاعلش ويبقى ريحه السميد بتاعكم كلها خميره. هبتدي بقى ارش شويه سمسم عليها زي ما انتوا شايفين كده. مش حابه براحتك، حابه تحطي حبه بركه، مش حابه تحطي خالص، برضو دي حاجه راجعه لك انت. في الوقت ده الفرن بتاعك بيسخن. لو انت هتسوي في فرن البوتاجاز هتسويه على درجه 200. هتشغلي من تحت، الفرن بيسخن من قبليها. هتشغلي من تحت لحد ما ياخد لون ويستوي، وبعد كده تشغلي الشوايه بتاعتك. لو بيشتغل من فوق وتحت هتشغليهم الاتنين مع بعض، وعلى طول تقلبي الصاج بتاعك. انا هشتغل في الفرن الغاز العادي، موطيه من فوق وموطيه من الجناب زي ما انتوا شايفين كده. وكل شويه هقلب الصاج بتاعي. خد تقريبا قد ايه؟ خد تقريبا 10 دقايق، وكنت مسخناه من قبلها بشويه. شايفين شكله؟ ده كان شكله في الفرن، كان داخل على سوا. كل شويه بقلب الصاج في الفرن، نار واطيه، نار واطيه من فوق ومن تحت كده. خد 10 دقايق وهطلعه. اول ما تطلعيه تغطيه على طول، وهتطلعيه معاك هيبقى نتيجته زي ما انت شايفه كده. وادي شكل السميد بتاعنا لما طلع. طري وهش وغني جدا جدا ومغذي جدا لاولادك، لمدارس، لعشاء، لفتره الشتاء اللي جايه. هينفعك جدا، من اسهل الوصفات اللي ممكن تجربيها. وزي ما انتوا شفتوا شكله، دي البواقي اللي طلعت من التقطيعات اللي في النص. بصوا انا بدي اديتكم فكره. ممكن تعمليها رغيف عيش كده، هعملها معاكم برضو في فيديو تاني ان شاء الله. اقطع بقى معاكم واحده كده. شايفين؟ طري جدا جدا وهش وسهل، اسهل مما تتخيلي. نتيجته اللهم بارك تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوه. اللي وصل بقى حبايبي لهنا في الفيديو، ما ينساش يحط لي لايك واشترك في القناه، وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين الحشوه بتاعتي؟ مليانه، السميد مليان جدا. تاكليه كده حاف جنب شاي، جنب كوبايه لبن للاولاد. سهل ومغذي بسيط، ما خدش منك اي وقت. اتمنى ان انت تجربيه.
من اسهل والذ الوصفات اللي ممكن تعمليها. طري جدا جدا، ممكن تحفظيه معاكي في الفريزر وقت ما تعوزي تطلعي من قبلها بشويه على الرخامه، هيفك معاكي في ثواني.